مساء الخير. آه، في شخصية كده درامية مشهورة ظهرت في مسلسل الراية البيضاء بتاع فضل المعداوي. سناء جميل الله يرحمها. شخصية سمحة الشاطر اللي هي كانت بنت سناء جميل، البنت اللي كانت بتعبر عن كل معاني العشوائية والسرسجة، وانعدام الثقافة وانعدام الذوق والعشوائية والتخلف والبيئة. النهارده في تصرف ظهر في المتحف الكبير لبعض تعامل بعض البنات مع الآثار، لمس للآثار، استخفاف واستظراف. وصل ان واحده خرجت قلم ليب جلوس وبتحط للتمثال او كادت تحط للتمثال المبدأ نفسه. في كمان واحده ضربت تمثال لحتحور. فاحنا ده الوضع دلوقتي في المتحف اتعمل عشان ده اللي يحصل للتماثيل اللي فيه. هل دي سمعه البلد قدام الاجانب لما يشوفوا المفروض ان هم محسوبين على احفاد المصريين القدماء؟ يبقى تصرف بالتخلف ده. الوضع بقى فعلا مقرف ودمه تقيل. المتحف مش لكل الناس. اللي ما يقدرش قيمه الاشياء وما يحترمش الاشياء ما يستحقش الاشياء اللي مش بيحترمها. لو انت داخل المتحف وشايف ان الموضوع مجرد شويه حجاره مرسومه او منحوته وعليها شويه رسومات، يبقى انت سامحني في الكلمه، مكانك مش هنا، مكانك مش في المتحف. التحف او الاثار عموما دي قيمه فنيه، قيمه روحيه عند بعض الناس، فن، اصاله، فكر شعوب، رقي، تحضر، اسلوب تعبير. لو انت مش قادر تدرك ده، المكان ده فعلا مش مكانك، وانا اسف وانا بقول لك انت يعني ما ينفعش تكون موجود في المكان ده. لو انتوا يعني شاركوني برايكم، هل انا اوفر؟ هل لما يحصل ضرب التمثال او يحصل تشبيه تمثال او الاستخفاف او التنمر على شكل تمثال او على فكره كانت عند ناس، هل ده مقبولي ولا انا اللي اوفر ولا الوضع ايه بالظبط؟